السلام عليكم، مساكم الله بالف خير. قبل شوي راسلني ولد يقول لي صار خلاف بين عمامي وبين خواله على شغلة ورث، وانا هسه محتار ما ادري اصير ضد من واصير ويا من، وطبعا هي الشغلة تحير. بالبداية قلت ثلاث كلك، وانت تعرف زين حصة العم ثلث والخالة ثلثين، تفادوا بالحلال وردوا على الطين، يجسمونه شلون الزلمة ما يتجسم، مو الخالة ثلثين والعم له ثلث، ماكو شغلة عدالة بهذا الموضوع. شو نسوي؟ الشرع تصحيح بيع عند الضرورة يحين، الشرع تصحيح بيع عند الضرورة يحين، وتقية ومرجاع عندنا في فروع الدين. المثل خلنا نغيره ونستر على الاثنين وما نمشي بسشت المسحوقة. شو نسوي؟ ثلثين الخواله هواي، هذا الحق، دخل منهم ربع، خلع الثلثين دق، شي يصير ثلث ونص، نص ونص. إذا صار الشق تروفه وتوقف بالنص وتروفه، ويا خشم عيب تصير وي عين وضد عين، احيز، وإذا تنصاب يبكي لك اثنين. والله يستركم إن شاء الله.